الحياة ماشي طويلة بزاف باش انا نجربو كلشي، وفي نفس الوقت ماشي قصيرة بزاف باش نتفكرو كلشي دوزناه. ولكن اللي متأكد منه ان الحياة راها زوينة، زوينة، ولكن نعرف ان بلي راها ما كتسوى والو، وبلي راها مجرد قصة صغيرة اللي خاصنا نتعلمو منها كيفاش اننا نعيشو فرحانين واخا راها صعيبة وقاسية علينا. في المدرسة اول حاجة كيديروها هي انهم كيعلمونا عاد كيديروا لي امتحان. اما الحياة فرا اول حاجة كديرها هي انها كدير لنا امتحان عاد كتعلمنا. يعني الحياة كتعتبر بحد ذاتها مدرسة، وخاصنا نعرفو كيفاش نتعلمو منها، كيفاش اننا نكونوا فرحانين ونلقاو السعادة. حتى واحد ما غاينكرش الحياة اللي كنعيشوها واللي هي صعيبة بطبيعة الحال، حتى واحد ما كينكرش الطفولة اللي دوزناها، سواء من الوضع اللي كنا كنعيشوه، وسواء طريقة التربية اللي تربيناها، وسواء الوسط اللي تربينا منه. وهذا الشيء في الحقيقة ما خصوش يأثر علينا سلبيا، حيت ربما حنا شفناها باللي راها كانت طفولة صعيبة، حيت حنا مازال في ديك المرحلة اللي ما نقدروش نطلقوا احكام صحيحة سواء على الوضعية ديالنا او على الناس الاخرين. انا على ثقة تامة باللي والديك فاش كانوا كيربوك بديك القسوة ما كانوش كيقصدوا انهم يعذبوك واللي انت فهمتيها باللي راها قسوة، ولكن بغاو تكون الافضل وتكون الاحسن وتكون راجل. نفس الحاجة الحياة، حنا كنشوفوا الحياة من منظور انها راها صعيبة وقاسية علينا، ولكن هي في الحقيقة كتعلمك دروس اللي غتنفعك في حياتك وفي مستقبلك. يعني المشكل منك انت، ماشي في الحياة والظروف. يعني هاد القسوة وهاد الظروف وهاد التربية خاصك تتجاوزها، حيت علماتك بزاف ديال الامور، وعلمات كيفاش تربي ولادك وكيفاش تنصحهم انهم يتعاملوا مع الحياة. يعني كسؤال بسيط، واش هذه القسوة علاش كتهضر؟ يعني من التربية والحياة اللي علمتك بزاف ديال الامور في نظرك هذه قسوة؟ الحاجة اللي كتعلمك ما كتعتبرش قسوة. واذا ما نجحتيش في حياتك فاعرف ان المشكل فيك انت، ماشي في الحياة او المجتمع الى اخره. الفكرة صاحبي هي تكون ايجابي باش تكافئ راسك مشاعر ايجابية وافكار ايجابية. داك الضعف والقلق والحزن ما هي الا اعراض قلقية، والمشاعر السلبية أثرت عليك بزاف، فتعلم أنك تكون إيجابي ولو مع راسك. ونزيدك باش تكون إنسان فاعل لابد لأنك تغير في المفاهيم ديالك من السلبية للإيجابية، وتبدل الأفكار ديالك ومشاعرك. هادشي اللي هو اللي مطلوب منك، هادشي اللي خاصك ديرو باش أنك تعرف كيفاش تتعامل مع الحياة. أما الماضي راه داز ومات، وما عمرك أنك تأسف على الماضي وتقول ناري كون درت هاد الحاجة ولا درت هاد الحاجة. شي حاجة فات مات، فكر في الحاضر وفكر في المستقبل. من بين النصائح اللي غادي نعطيك اخاي العزيز هي انك تغير النمط ديال الحياة ديالك، وقرا الكتب واكتسب معارف ونعس بكري، حيت راه كيخليك انك ترتاح نفسيا وجسديا وكيحسن من التركيز. واهم حاجة الدين ديالك، قرا لك القرآن وصلي صلاتك وتقرب من الله سبحانه وتعالى. هذه هي الأسس اللي خاصك تعتمد عليها في التعامل مع ذاتك ونفسك باش تطورها وتتعامل مع الحياة. الحياة راه مستمرة سواء نجحتي أو لا ما نجحتيش، فما تهزش الهم من فم ديال الصباح، حيت كاين الله تعالى اللي مدبر ديك الأمور. غير نعس على جنب الراحة ودير السبب ونوض خدم. ماشي مشكل أنك تحلم وتقول باغي نحقق هاد الشيء، ولكن حلم زائد دير خطة ونظام باش تحقق ديك الحلمة، وهذا هو اللي كيتسمى الهدف. وما عمرك تقول باللي غادي تفشل ولو غير بالضحك، حيت عقلك الباطني ما كيعرفش هذه قلتيها بالضحك ولا هذه قلتيها بجدية. الفكرة اللي قلتيها فرا كيبدا انه يدير الطريق باش يحققها، ففكر بايجابية وقول باغي تنجح، باغي ندير، باغي نوصل، باش عقلك الباطني يخدم على النجاح فقط. وماشي الا فشلتي مرة تستسلم، وياك اخي العزيز انك تستسلم، حيت النجاح كيتحقق من محاولة المحاولة وزيد حاول ولو انك دير مليار محاولة ما تستسلمش، وشوف الحياة بنظرة ايجابية. وكما قال الركراكي دير النية ديالك في الله سبحانه وتعالى، وثق بلي الله ما غاديش يخيبك، وبلي غادي يكون معاك، وآمن بلي هو الوحيد اللي قادر انه يخرجك من ديك القوقعة فاش كاين. حتى لهنا كيكون الفيديو ديالنا سالا، ونتمنى تكون خارج وانت فاهم حاجة جديدة. نتلاقاو في جديد ان شاء الله. الله كبير.